في يوم ممطر في احدى المدن الصينيه كان في ام ماشيه وشايله ابنها وبتحاول انها تهرب من ناس بيلحقوها. قعدت في حته كده وبدات تغني للطفل علشان ما يخافش ولا يقلق من حاجه. بس فجاه بتسمعهم واحده ساكنه في المكان هنا بتروح على الام وبتقترح عليها انها تدخل عندها على البيت علشان الطفل اللي في ايديها ما يتعبش. الام بعد ما شافت الست دي راحت عليها وعطت لها الطفل، قالت لها دخلي عندك جوه وانا بس اروح اشتري له علاج في ثواني وجايه. وقبل ما الام بتمشي كانت لبست الطفل ده قلاده على شكل جوز الهند كده، وبعدين الام بتختفي من المكان كله. الست بعدها حاولت تبص عليها ولكن ما لقتهاش تاني. وبتمر السنين وبيعدي 18 سنه، الطفل بيكبر وبيتسمى شو. كان ماشي مره هو واخته بالتبني له بيلفوا في مهرجان كده معمول في بلدتهم. بس هما ماشيين شو بيسمع عن ناس عندهم قدرات خارقه ظهروا في البلده في الفتره الاخيره وان اعدادهم بقت كبيره جدا. بيشوف بعدها ناس كتيره متجمعه وبيتفرجوا على شخص بيلعب بالنار وشكله عنده قوه خارقه هو كمان. بيروح الاتنين يقربوا منه علشان يشوف العرض كويس، بس اول لما شو بيشوف قوته بيحس ان الزمن حواليه وقف، ما عادش حد بيتحرك. وفجاه شو بيروح في مكان تاني كده وبيشوف سيف كده موجود في الفضاء. القلاده اللي على رقبته هي كمان بتتوهج لثواني كده وبعدها بتختفي كل حاجه. بعدين بقى بيتفرج شو على الساحر اللي قدامه وبيكون مبهور جدا من تحركاته. بيقول في باله اكيد دي مش حركات واحد عادي، دي لازم تكون قوه خارقه. بعد عرض النار بقى بتقول الاخت لشو ان عرض النار ده كان جميل جدا، تعال نروح ورا الكواليس يمكن نعرف هو عمله ازاي ونعمل زيه. شو بيوافق على كلامها وبيستخبوا هما الاثنين علشان يروحوا على الكواليس. اول لما بيوصلوا هناك بيلاقوا مجموعه من الناس بتضرب الشخص اللي كان على المسرح بمخدر، وبعدها الراجل بيقع على الارض مغمى عليه قدامهم. لو بعد ما شافت الراجل وهو بيقع اترعبت وصرخت، والناس وقتها سمعوها. بس طلع لهم شو قال لهم هو الحمام فين؟ احنا كنا بندور على الحمام وتهنا هنا. فالناس قالوا له انت بتهزر، الحمام مش هنا، وعلى فكره احنا الشرطه وكنا بنحقق مع الراجل ده. فشو قال لهم خلاص تمام وسابهم ومشى. بس وهو في الطريق كان بيفكر في اللي حصل وقال في باله اكيد الراجل ده استخدم قوته في العرض والناس دول اكيد هيخطفوه علشان كده. بعدين شو بيسال اخته بيقول لها انت ايه رايك في الناس اللي بيطلع لها قوه جديده دي؟ البنت قالت له انا عارفه انهم اكيد اقوياء، بس انا بعد ما قوتي تظهر هكون اقوى منهم كلهم واكسرهم. انا عارفه يا شو انك حتى لو قوتك ظهرت هتكون ضعيفه جدا زيك، بس ما تقلقش يعني اختك هتحميك علشان طبعا انت الطباخ بتاعي. فالواد بيتصدم من كلامها كده وبعدين بيقول لها تمام. بعدها بقى بيرجعوا على بيتهم وبيقابلوا الست اللي ربت شو عندها وهو صغير، بيسلم عليها وبعدين بيدخل. وهم في البيت لو كانت قاعده بتتفرج على اخبار الناس اللي عندهم قوه خارقه كده، وشو بقى كان رايح علشان يجهز لها العشاء. راجل يا ابن والله. بس في الوقت ده بيلاقي المكرونه خلصت وبيطلع علشان يشتريها من بره. وهو ماشي في الطريق كده كان بدا يفتكر حياته وهو صغير وان ما حدش كان بيقف جنبه غير له، ولما كان تعبان برضه هي الوحيده اللي كانت بتروح وتزوره، حتى انها هربت من دار الايتام وراحت علشان تعيش معاه في بيته. واثناء ما هو كان ماشي وسرحان في خياله عربيه ماشيه بسرعه بتخبطه، بيقع على الارض ودماغه بتجيب دم من كل حته، خلاص شكله هيودع. بس فجاه بتظهر حاجه غريبه قدام عينه، القلاده اللي على رقبته بتتفعل، بتبدا انها تشفي كل جروحه. بعدها شو بيطير في السما كده وبيقع على الارض، بيفتح عينه بيقول في باله كده انا ازاي اتخبطت من عربيه ومش حاسس باي وجع؟ هو دي ممكن تكون قوتي الخارقه ظهرت؟ اكيد ايوه، بس مهما كان برضه انا لازم احاسب الراجل اللي خبطني، اكيد يعني مش هيخبطني ويروح بالساهل. الراجل بقى اللي كان خبطه كان واقف وبيبص على شو مفكره خلاص مات. بس فجاه شو بيقوم وبيعمل نفسه شبح هينتقم من الراجل ده. الراجل في الوقت ده اترعب وظهر فوق دماغه ارقام كده، وبعدها طلع يجري على عربيته وهرب من المكان كله. شو بقى بعد ما مشى كمل في طريقه علشان يشتري المكرونه، بس الراجل بتاع المحل كان مصدوم من شكل الدم على دماغ شو وظهر فوق راسه ارقام برضه. شو بعدها استغرب اكتر واخد المكرونه بسرعه وطلع يجري على البيت، خبط في اتنين وهو بيجري كده وظهر برضه ارقام فوق راسهم. وبعد ما وصل شو على البيت سالته له ايه اللي عمل فيك كده؟ قال لها ما تشغليش دماغك، وسابها ودخل على الحمام بسرعه، بص على كل جسمه وما لقاش اي خبطات او خدوش فيه. بعدها الواد راح على اوضته وبدا يتخيل قوته، وفجاه بيظهر شاشه غريبه قدام شو فيها كل النقط اللي جمعها النهارده. بيقول هم مين الناس دول؟ انا ما اعرفش حد فيهم. بس بعدها بيفتكر اللي حصل والارقام اللي ظهرت فوق الناس، وبيعرف بعدها ان هو اذا ضايق حد بياخد منه نقط سحريه، وكل لما يضايق اكتر والنقط تزيد اكتر كل لما طاقته تزيد هي كمان. فالواد بعدها بيفرح جدا وبيقرر ان هو هيضايق في كل اللي هيقابله وهيبقى ملك الشياطين القادم، يعني كل ما ضايق الناس اكتر كل ما هبقى اقوى. ده عظمه على عظمه قوي. بعدها بقى شو بيكمل تأليف في الشاشه اللي قدامه، بيشوف كل حاجه فيها، بيظهر له حاجه كده قدامه اسمها عجله الحظ، كل مره بتتلف ب 100 نقطه. بص كده على رصيده لقى 900، يعني كده معايا 9 لفات. بدا شو يلفها مره واتنين وما يجيلوش اي حاجه، كل مره بيجيله شكرا على المشاركه، لحد لما في المره الثالثه بيظهر له تفاحه سحريه كده. اول لما شو بياكلها بيحس بطاقه غريبه في جسمه وكانها بتعالجه من كل الاصابات. بعدها شو بيفضل يلفها اكتر لحد لما بيطلع له وثيقه كده مكتوب فيها الاغنيه اللي امه كانت بتغنيها له وهو صغير. بيحاول شو يغنيها ويغمض عينه، وفجاه بيحس شو بحاجه غريبه في جسمه،
قدامه بينتقل جوه القوة بتاعته وكأنه في عالم تاني. بيحاول ينرفز اخته كده وهو هناك، وبيلاقي النقط السلبية بتتحسب قدامه فبيفرح وبيقرر يضيعها اكتر. وبعد ما شو بيخلص بيطلع على بره وبيروح علشان يتفرج على فيلم، ولكن وهو بيتفرج بيحس بحاجة غريبة بره. بيروح علشان يبص عليها، بيطلع على سطح بيته كده وبيلاقي نفس الناس اللي شافوه قبل كده. بيحاول شو يستخبى منهم قبل ما يشوفوه، ولكن بيقدروا يمسكوه في الاخر. الراجل بقى بيقول له شو انت ايه اللي جابك هنا؟ يالا انت من العصابة ولا ايه؟ شو بعدها بيقول له انا عايش هنا، ايه اللي جابك انت؟ الراجل بيتصدم لما بيسمع كلامه وبيقول له في مجرم خطير هنا، احنا بنجري وراه، خليك جوه البيت وما تطلعش علشان ما يحصلكش مشاكل. شو بيقول لهم تمام وبيرجع على بيته، بس بيقول في باله انا ازاي قدرت احس انهم عندهم قوة خارقة وهم ما حسوش بيا؟ اكيد يبقى قوتي اعلى منهم. بس فجأة لو بتسأله وبتقول له انت كنت بتعمل ايه بره؟ لسه هيحكي لها كل حاجة وبيلاقي شخص مرمي على الارض قدامها. شو بيطلع علشان يشوفه وبيقول لها خليكي جوه. لو بتفضل تتضايق وتديله نقط لحد لما في الاخر بتقرر تروح وراه وتشوف الراجل ده. شو بيتعرف عليه وبيعرف انه نفس الراجل اللي كان بيلعب بالنار قبل كده. بيقول له احنا لازم نتصل على الاسعاف وندخله جوه، بس للاسف تكاليف المكالمة غالية ومش هنعرف ندفعها، خلينا نسيبه مكانه احسن. فوقتها الراجل لما بيسمعه بيتضايق وبيطلع منه نقط سلبية. شو بعدها بيعرف انه عامل نفسه مغمى عليه وبيفضل يضايق فيه اكتر. النقط بتزيد وشو بيفرح وبيقول على كده انا هبقى ملك الشياطين اسرع ما تخيلت. الراجل بقى اخر ما بيزهق من تنمر شو عليه بيصحى وبيقول لهم انا عاوز اشرب، هاتولي اي ميه. شو بيقول له شويه تلج همت كلهم علشان احنا ما عندناش ميه. الراجل بيتعصب وشو كان في قمه السعاده. الراجل بعدها بيحاول يطلب من له انها تساعده، بس برضه شو بيوقعه على الارض وبيضايق فيه اكتر. بيفضل يكسب من وراه نقط لحد لما الراجل بيتعصب على الاخر. بيحاول يحرق شو بقدراته، ولكن قوه شو بتقدر انها تطفي النار وبيكون الراجل شكله عرة الصراحه. بعدها الراجل بيحاول يحرقه تاني بس مفيش اي فايده، وشو كان مستمتع جدا بيه لما بيتعصب وبالنقط اللي بيكسبها من وراه. بعدها الراجل بيجيب اخره منهم وبيقول لهم يا عم انا ماشي مش عاوز منكم اي حاجه. فشو قال له خلي بالك لا تقع من على اي سطح تاني. فالراجل اتعصب اكتر وشو كسب منه نقط كمان. دخل على البيت هو واخته وقالت له انت ازاي ما اتحرقتش منه؟ اوعى تكون قوتك ظهرت وانا ما اعرفش، بس حتى لو قوتك ظهرت اكيد جسمك الضعيف ده مش هيستحملها. شو قال لها انت بتقولي ايه؟ على فكره انا قوتي ظهرت. وبيكون خلاص هيمشي بس بيقول لها بيعملي الواجب قبل ما تنامي وبياخد منها برضه شويه نقط زياده. بعدها شو بيدخل على اوضته وبيستكشف القوه بتاعته، بيلاقي في عنصر كده بيتشرب النقط فبيشتريه. بيطلع له حاجه غريبه كده وبياكلها. اول لما بياكلها بيدخل في مجال قوته تاني، بس المره دي بيلاقي كوكب بايده قدامه وبيعرف ان كده بقى عنده قوه جديده. بيرجع من مجال القوه بتاعته وبيلاقي نفسه بقى قادر يرفع سرير بايده واحده. بيطلع بره الاوضه وبيلاقي لو بتتفرج على التلفزيون، بيقعد جنبها وبيفتح جروب الدفعه بتاعته. بيفضل يتبارد على زمايله وبيكسب منهم نقط كتيره جدا. بعدها بتقول له هم ما اتصلوش عليك ليه؟ هم بادئين الجروب من زمان. قال لها علشان عارفين ان مفيش معايا فلوس فعلشان كده ما بيرضوش يكلموني. بتقول له انت اللي شكلك بتريح دماغك مش اكتر. فشو قال لها بالعكس والله انت متخيله المصاريف اللي احنا بندفعها للبيت والميه والغاز قد ايه؟ الفلوس اللي بندخلها يا دوبك تقضينا نعيش بالعافيه. البنت بعدها بتحس بيه وبتجيب له البيض علشان يبيعه بكره، وبنعرف ان هم عايشين عليه اصلا. شو كل يوم بيروح قبل المدرسه يبيع البيض ده علشان يجيب منه فلوس يصرفوا منها. بيروح فعلا وبيبدا يبيع البيض للي عاوز. راجل كبير جنبه كده بيساله على لو، فشو بيقول له انها تعبانه النهارده علشان كده ما جاتش. بعدها بيعدي اتنين من زمايل شو كده ولكن بيعملوا نفسهم مش شايفينه وبيكملوا طريقهم. العجوز ده بيتعصب وبيقول له شو هم ما كلموكاش ليه؟ شو بيقول له زمانهم محرجين علشان انا بياع مش اكتر. العجوز اتعصب وقال له ايه الغلط في كسب المال؟ العيال دي ما تربطش. بس فجاه وشو واقف بيدخل عليه رئيس الفصل علشان يترخم عليه اكتر ويتنمر. بيقول له البيض اللي بتبيعه ده بيخليك تعرف تعيش ولا ايه؟ شو في الوقت ده بيعرف نيته وبيجاوبه بطريقه عاديه. بيقول له واحده واحده بقدر اجمع مصاريفي. فالواد بيتضايق وبيطلع منه نقط. رئيس الفصل بعدها بيكمل كلامه وبيقول له انت لازم تبيع كل اللي معاك بسرعه والا لو المدرسه عرفت سمعتك هتتاثر. فشو قال له لو انت خايف على مصلحتي اشتري كل البيض اللي هنا ولا مش هتقدر على ثمنه ولا ايه؟ الواد قال له اكيد هقدر على ثمنه. فشو بعدها بسرعه حط البيض كله في كيس واحد وقلل كل البيض كله. رئيس الفصل اشتراه وما عادش في حاجه قدامه. الناس اللي واقفه في الطابور كلها اتعصبت وشو كسب من الكل نقط وباع البيض لرئيس الفصل في ثواني. ده ايه الحلاوه ديت يا ابني؟ المهم شو بعدها بيرجع على الفصل وبيلاقي موقع كده اتعمل علشان يعرف الناس باللي اكتسب قدرات خارقه. فبتيجي لشو فكره علشان يكسب منها نقط. بيقوم وبيقول للكل ان في واحد جديد ظهرت له قوه خارقه. الفصل كله بيتحمس وبيقولوا له مين بسرعه. شو قال لهم اللي بعت الرساله كان اسمه مجهول ومش موجود وعلشان كده انا ما اعرفوش. الفصل كله بيتصدم منه وبيتعصبوا وبياخد منهم كلهم نقط. بس فجاه هم قاعدين بيدخل عليهم واحد وبيقول لهم مصيبه حصلت. العيال بتساله في ايه؟ الواد بيقول لهم في واحد من الفصل اللي فوقنا قوته ظهرت وبدا يعتدي على الطلاب وماسك مدير المدرسه وشكله هيقتله. شو بعد ما بيسمع الكلام بيقول فرصه اكسب منهم نقط. بيروح على المكان ده وبيعدي كده من جنب بنت بيحس انها عندها قوه خارقه هي كمان ولكن ما بتبينش. بيوصل بعدها على مكان الولد اللي بيتكلموا عليه وبيلاقي شايل المدير وشكله هيحدفه من على السطح والكل كان واقف ومحدش عارف يعمل معاه اي حاجه لحد لما بيجي في بال شو فكره. بيطلع على الولد وبيبدا
هيديله محاضره على اللقاب اللي هياخده لو قتل المدير، وكل اللي كان واقف كان زهق من كتر الكلام، وشو كان كسب منهم نقط بالهبل. واثناء المحاضره ديت الولد كانت شتت انتباهه مع شو، والشرطه قدرت تمسكه. الدنيا بقت تمام. بعدها شو بيرجع على فصله وبيلاقي ناس هناك مستنياهم، والناس ديت موجوده علشان تعمل تحاليل للفصل ويعرفوا مين فيهم عنده قوه خارقه. شو بيحاول يهرب منهم ولكن ما بيعرفش. رجع على البيت وكان حاسس ان له فيها حاجه غلط. بيشوف واحد كده وبيدخل عليه علشان يتعرفه، بس شو بيسيبه بيعدي جنبه وبيكسب منه نقط. واول لما شو بيدخل البيت بيلاقي له بتفتح له وباين عليها انها تعبانه جدا. بياخدها شو على السرير وبيقول لها ارتاحي انت وانا اروح اجيب لك علاج. البنت قالت له تمام، والواد طلع بره الاوضه فعلا. بيقفل الاوضه كده وبيقول في باله يا ترى الفواكه بتاعتي هتقدر تعالج له ولا لا. بيفتح القوه بتاعته وبيفضل يلعب عجله الحظ لحد لما بيجيب منها شويه فواكه صغيره كده. بيدخل على لو وبيديها واحده. البنت بعد ما اكلتها اتحسنت والحراره راحت في ثواني. عظمه على عظمه قوي. بعدها شو بقى فضل يتبرد عليها شويه علشان يكسب منها شويه نقط، والدنيا رايقه على الاخر. تاني يوم بقى بيروح شو على الفصل وبيكون نتيجه التحاليل ظهرت. بيندهوا على الطلاب اللي عندهم قوه خارقه، واول بنت بيندهوا عليها هي لي، وهي نفس البنت اللي قابلت شو على السلم. بعدها بيندهوا على رئيس الفصل ثم الباقي، واخيرا بيجي دور اخر واحد. المدرس وهو بيقول اسمه ما كانش مصدق اصلا وحاسس ان النتيجه ديت مزوره. وطبعا الطالب ده هو شو صديقي، واللي اخد من الفصل نقط بالعبيط بعد اللي حصل. تاني يوم بقى بيجي واحد جديد على المدرسه، بيقعد جنب شو كده علشان البنت اللي جنبه كانت زهقت من رخامته وسابته ومشت. بيروح الولد ده بقى واللي اسمه جيا علشان يقعد في المكان الجديد بتاعه. شو اول لما بيشوفه بيفضل يتبرد عليه كالعاده علشان يكسب منه شويه نقط، وبيقول له وانت في حد اعترف لك بحبه قبل كده ولا ايه؟ فجيا قال له ايوه. شو قال له ما اقصدش الولاد، هل في بنات اعترفت لك؟ الواحد بعدها بيتصدم وبيطلع منه نقط، وشو ده خنزير اقسم بالله. بالليل بقى الطلاب اللي عندهم قدرات خارقه بيتجمعوا على المدرسه علشان يتدربوا على استخدام طاقتهم. بيروح شو على الفصل وبيلاقي الراجل ده هو اللي بيدربهم. ايوه هو ده نفس الراجل اللي كل شويه شو يقابله. بيسال بعدها الطلاب وبيقول لهم حد فيكم يعرف خليط الصوديوم بالبوتاسيوم؟ رئيس الفصل بيرفع ايده بس المدرس ما بيرضاش يختاره، بيختار شو. بيقول له يلا جاوب. فشو بيقول له خليط الصوديوم بالبوتاسيوم ده اكيد طريق للجنه صح؟ المدرس بعدها بيتعصب وبيقول له انا غلطان اني سالتك اصلا، ده انت عيل بارد يالا. بعدها المدرس بيعرفهم بالعنصر ده وبيقول لهم ده عباره عن الكفاءه، يعني اي حد فيكم دمه هيلمسه السائل ده لونه هيتغير على حسب قوته، وكل لما كان اللون اغمق كل لما كانت قوتك اعلى، وهيتوزع عليكم كلكم انبوبه الكل يعملها علشان نصنف قوتكم. بس عاوزكم تعرفوا ان دي قوتكم دلوقتي، انما بعد كده مستواكم هيعلى بتدريبكم وشغلكم على نفسكم. وبيوزع العلب عليهم. نتيجه التحاليل بتطلع وبياخد شو اقل نتيجه، وده علشان هو اكل فاكهه بتقلل قوته على الاخر، وطبعا هو عامل كده علشان محدش يعرف حقيقته. بعدها بقى رئيس الفصل حاول يتنمر على شو علشان هو جاب درجه قليله، بس شو بينرفزهم وبيخليهم يولعوا جمدان يا مان. بعدها بيرجع شو على البيت وبيفعل قوته. بتظهر له رساله كده بعنصر جديد ظهر في عجله الحظ، فبيفضل شو يلف عجله الحظ وبيطلع له حاجه جديده كده اسمها توفو. ريحته وحشه جدا بس طعمه جبار يا صديقي. لو بعد ما بتشم ريحته بتقول له انت جبت البتاع المقرف ده منين؟ شيل البتاع ده من قدامي. شو بيقول لها صدقيني لو قلت لك كسبته بالحظ. فالبنت قالت له اكيد لا. بعدها شو بيفضل يلف لحد لما بيبقى معاه 50 توفو، ولو بتقول له انت ما عندكش عصير ولا اي حاجه كله توفو توفو. فبيقول لها شو والله ده اللي عندنا، وبيفضل يلف اكتر لحد لما فجاه بيطلع له وثيقه كده كان لسه رايح علشان يفتحها، بس فجاه قوه كبيره بتدخل في لو. الزمن في الوقت ده بيقف، بيظهر شعاع اسود بيخترق السماء بيخترق البيت بتاعهم وبيدخل في لو تاني. البنت بتقول له شو اللي بيحصل ده، انا مش فاهمه اي حاجه. شو بيقول لها غمضي عينك كده وركزي في قوتك يمكن تفهمي. بتغمض عينيها فعلا وبتلاقي ان خريطه النجوم بتاعتها ظهرت، وده معناه ان قوتها الخارقه هي كمان ظهرت. البنت بتفرح قوي، بتفرح خالص. وبعدها بيدخل شو على اوضته بيفكر في طريقه علشان يخلص من التوفو اللي معاه ويكسب منه اي حاجه. بيفضل يفكر لغايه لما بيجي في باله فكره. ايوه هو قرر ان هو يبيعه علشان ياخد منه فلوس، واللي يشم ريحته ما تعجبوش يتضايق فشو ياخد منه نقط سلبيه. دماغ شغاله ما بتنامش والله. وتاني يوم بقى شو بيجهز علشان يبيع التوفو بتاعه. بيطلع من البيت وبيلاقي عجوز ماسك سيف كده وقاعد بيتدرب بيه وشكله محترف في استخدامه. بيروح العجوز على شو كده وبيقول له عاوز تتعلم الحركه دي؟ طب شوف الحركه دي. شو بيقول له لا وبيسيبه وبيمشي. العجوز طبعا كانت صدم والواد اخد منه نقط. بعدها الواد بيعرض التوفو بتاعه وما بيكونش حد عاوز يشتري في الاول، بس بعد ما واحد بيدوقه الناس كلها بتتلم وبيخلص كل التوفو في ثواني. ربنا كريم ما شاء الله. بعدها الواد بيفضل يكمل حياه الخنزره بتاعته ويجمع نقط يستخدمها في فتح قدرات جديده ويخنزر على الناس اكتر ويجمع نقط لحد لما بيكمل كل الكواكب في خريطته النجميه. وهنا بيظهر له طاقه جديده كده وسلاح جديد يقدر يستخدمه، وهو السيف ده واللي بيقدر انه يستدعيه في العالم الحقيقي بتاعه ويتحكم فيه كمان. عظمه على عظمه. بعدها شو بيروح على الفصل بتاعه وبيلاقي اصحابه بيتكلموا عن الحوادث الكتير
الكتيره اللي بتحصل الفتره الاخيره. بيلاقي بعدها رئيس الطلبه بيقول لهم ايه رايكم نعمل فرقه سريه نحارب بيها المجرمين ونساعد البلد. الكل ما بيدلوش اهميه فبيروح علشان يتبرد على شو، بس شو برضه ما بيعبروش. فالواحد بعدها بيتضايق وشو بيكسب منه نقط. بالليل بقى وهم بيتدربوا على قوتهم بيجيب لهم المدرس بتاعهم حجر للسحر كده، وبيقول لهم ان الحجر ده هيساعدك في انك تتدرب على خريطتك النجميه وتكون اقوى. شو بيفرح جدا وبيروح علشان يستخدم الحجر بتاعه، ولكن الخريطه بتاعته بتكون قويه جدا وبترفض استخدام الحجر اللي جابه المدرس. فبيقرر شو انه يفضل يخنزر على الناس علشان يكسب قوه اكتر. وتاني يوم بقى بيكون العجوز لسه بيتدرب برضه، وبيفضل يعمل حركات وشقلباظات بالسيف بتاعه قدام شو علشان ينبهر بيها ويقول له دربني. بس شو بيكون عدى عليه اصلا وما قالوش سلام عليكم حتى. خنزير اقسم بالله. الواد بعدها بقى بيروح على المدرسه، بيكون رئيس الطلبه قاعد بيلاعب العيال ريست ومحدش قادر له، بيكسب اي حد بيلعبه. ولما رئيس الفصل بيشوف شو بيحاول يستهزأ بيه وبيقول له ايه رايك تلعبني بدراع الشمال، هو ضعيف عن اليمين شويه بس حاجه كده على قدك. شو بيقول له اتفقنا. بيروح علشان يلعبه، بيمسك دراعه بومب بيفوز عليه. الكل طبعا بيتصدم وشو بيكسب منهم نقط بالهبل. بعدها شو بيقول لرئيس الفصل انا دراعي الشمال قوي شويه، ايه رايك تلعبني بدراع اليمين يمكن تفوز ولا حاجه. بيلعبوا باليمين فعلا وبرضه شو بيفوز عليه وبينرفزه اكتر وبياخد منه نقط. رئيس الفصل طبعا كان متعصب على الاخر، ولكن الخنزير بتاعنا ما سكتش برضه. قال له تصدق انا طاقتي زادت بعد ما مسكت ايدك، انت ازاي كده، انت اكيد نجمه الحظ بتاعتي. رئيس الفصل بيتعصب وشو عمال بيكسب في نقط بالهبل. بعدها الطلاب بيروحوا علشان ياكلوا وشو بيروح وراهم بالطوفه علشان يكرههم في عيشتهم. خنزير خنزير مفيش كلام والله. المهم جاء بيجي على شو علشان يساله ازاي طاقته زادت، فبيعلي شو صوته وبيقول له ده بسبب رئيس الفصل، هو نجمه حظي النهارده بعد ما مسكت ايده نظام طاقتي زادت وقدرت اكسبه. فجاء بعدها بيقول له بما ان طاقتك زادت فانا ممكن اقول للمدرس وهو يدي لك احجار سحريه زياده. فبعدها شو بيساله عن مكان شغل المدرس ده، فبيقول له ان هو شغال في شبكه الارض. شو بيستغرب كده وبيقول له هو في منشآت تانية، فبيقول له ايوه شبكه السماء ودي اقوى من الارض بمراحل. فشو بيقول له تمام. وبعدين بيرجع على البيت، بس هو قاعد في بيته كده بيسمع ناس قدام بيته بره بيتصنت عليهم وبيعرف انهم من شبكه السماء. بيروح قائد الناس ديت على العجوز وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاهم في شبكه السماء، بس العجوز ما بيرضاش يوافق وبيقول له انا مش فاضي دلوقتي. فالراجل بيقول له تمام بس لازم تكون عارف ان المنصب اللي فاضي في شبكه السماء مش هيبقى لغيرك. وبعدين بيطلع علشان يمشوا. شو بعد ما شافهم عرف ان العجوز ده ليه علاقه بشبكه السماء، وعلشان كده قرر ان هو يتعلم منه المبارزه. بالفعل تاني يوم شو بيقابل العجوز وبيطلب منه يعلمه المبارزه. العجوز بعدها فرح جدا وقال له في اي وقت تعالى. شو قال له تمام بس عندي شرط واحد. العجوز قال له ايه؟ شو قال له انا عاوزك تهتم بمذاكره لو علشان انا مش فاضي اذاكر لها الفتره ديت. العجوز بعدها بيتضايق منه كده والبنت هي كمان بتتضايق اكتر، والخنزير بتاعنا بياخد منهم كلهم نقط وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بقى وشو قاعد في الفصل بيلاقي النقط بتاعته بدات تزيد، بيستغرب كده ولكن بعدها بيعرف ان ده بسبب لو لانها قاعده تضايق في العجوز، وطبعا النقط بتاعته بتزيد بسبب ان قوتها اتفعلت بسببه. المهم وشو طالع من الفصل بيشوف ساي وهي معديه جنبه. البنت ديت هاديه بصوره مش طبيعيه وتحس ان وراها حاجه. في نفس الوقت ده بقى كان العجوز بيعلم في لو شويه مسائل رياضيه. البنت متعبه جدا وقاعده تترخم عليه، بتقول له انت اتعلمت العد امتى؟ الراجل قال لها قبل ما انت تتولدي. فلو قالت له يعني انت عندك 81 سنه وانا عندي 10، لو شلنا ال10 يعني انت قعدت 71 سنه ما بتعرفش تعد. خنزره خنزره مفيش كلام. العجوز طبعا بيتعصب منها وشو كان عمال بيزيد نقط. المهم العجوز بعدها بيقول له شو انا علمتها زي ما انت قلت لي، يلا بقى علشان اعلمك المبارزه. فالواد قال له تمام. العجوز بعدها جاب له مجموعه اوزان وقال له انا عاوزك تلبسهم بالتدريب، الخفيف ثم التقيل وهكذا، والقفاز ده اتقل حاجه هنا ويعدي 300 كيلو، ابدا بالتدريج لحد لما توصل ليه. شو بعدها بص على الحاجات كده وشال القفاز بايد واحده ورماه في الجو. قال له انا نظام طاقتي زاد الفتره الاخيره، خلينا نبدا على طول. العجوز بعدها انبهر من شو وقال له طب يلا بينا نبدا. بعدها الراجل مسك ورقه كده وقال له انا هعلمك ان كل حاجه ينفع تتقطع. طاقه العجوز بدات تتجمع حوالين الورقه بكل غزاره وضرب ضربه في الهواء شقت المكان بالكامل، ده حتى الجدار اللي قدامها اتقسم لنصين. العجوز بعدها اخد سيف وادال شو علشان يتدرب بيه. شو فضل يتدرب وطاقته بتزيد. الواد بيتعلم بسرعه مش طبيعيه، حرفيا بقى محترف سيوف وشكل ديت موهبته. بعد ما الليل بقى جه عليهم العجوز قال له شو انا عاوز اسالك سؤال، امتى الواحد يبقى قوي؟ شو قال له لما يكسر كل القواعد. العجوز قال له لا ما اقصدش، انا اقصد امتى الواحد يبقى عنده القوه اللي هيقدر بيها يكسر القواعد. شو قال له انا مش عارف، بس اللي انا اعرفه اني حابب اعيش حياه هاديه واحمي اختي له مش اكتر. العجوز قال له بس القوه الكبيره بتعطيك الفرصه انك تحمي ناس اكتر وتكسب فلوس اكتر. شو قال له انا لو حد اعطاني مهمه مش هقبلها، انا مش عاوز اعتمد على حد، ممكن ده يكون بسبب نشأتي بس انا عارف ان طريق الحياه صعبه وبيحتاج لمجهود كبير، وعلشان كده مهما كانت الحياه صعبه انا مش هستسلم، انا بس عاوز اعيشها بطريقتي حتى لو كانت طريقه حياتي غلط. العجوز بعد ما شافه اعجب بيه اكتر وبتفكيره وقال له خلاص تمام يا عم. وبعدها بيخلص اليوم. تاني يوم بقى والعجوز بيعلم له شويه مسائل، كان جاب لها شويه شيبسي وبدات في الاستيعاب اسرع، لسه صغيره برضه. بس فجاه العجوز
العجوز بيحس بحد من شبكه السماء وراه، بيروح يقف معاه كده ولو بتنرفزهم الاثنين. شو بعدها بقى بيجيله منهم نقط وبيستغرب ان في حد من شبكه السماء هناك، وبالمناسبه اسمه شي. الواد بعدها بيروح جري على المعلم وبيلاقيهم واقفين مع بعض كده. لو بتقول له شو انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ فالواد بيقول لها انا نسيت حاجه بس وجاي اخدها. فبتقول له تمام هجيبها لك، وبعدين بتدخل البيت علشان تجيبها. شي بعدها بقى بيعرف العجوز على المخاطر اللي بدات تظهر في الدوله، وبيطلب من العجوز ينضم لشبكه السماء. العجوز طبعا بيرفض، وبعدين شي بيمشي. بعد ما بيمشي العجوز بيدي لشو انبوبتين صوديوم، وده علشان يعرف درجه قوته زادت ولا لسه. الواد اخدهم فعلا وبدا يشوفهم. المحلول بعدها اتحول للون الاسود القاتم، وده معناه ان قوته من الدرجه الف، واللي هي تصنف اقوى حاجه. بعدها لون الدرجه بيتغير كمان وبيتحول لحاجه اعلى من الف. ده ايه العظمه ديت؟ ولو هي كمان درجتها بقت اعلى من الف. وشكل الموضوع بجد بقى بيطلع شو بعدها وبيدفن انابيب الكفاءه علشان محدش يشوفهم. العجوز بقى كان قابل شو في الوقت ده وساله عليها، ولكن الواد قال له درجتي ضعيفه زي كل مره. فالعجوز بعدها بيتصدم وبيمشي. بعدين بقى شو بيفضل يتدرب على خريطته النجميه لحد لما بيكتسب طاقه جديده. الطاقه ديت عباره عن هاله كده بتحميه من الاصابه. ده ايه العظمه ديت؟ شو بقى بيقول في باله انا عاوز اشوف له هي كمان عملت ايه. في الوقت ده بقى له كانت بتحلم بالخريطه النجميه بتاعتها، وبتقدر هي كمان تكتسب قدره جديده. ده ايه العيله الجحده ديت؟ شو بيقول لها استخدمي قوتك كده. البنت استخدمتها واستدعت نمله كده من الثقب الاسود بتاعها، وبتقول له انها بدات تحس بطاقه الكائنات الميته، والنمله ديت كانت ميته امبارح. فالواد بعدها بياخدها بره كده يجرب على اي حاجه، وبيلاقيها استدعت عصفور حلو قوي، بس دول مش هينفعوا لو هي دخلت في خناقه، احنا لازم نجيب لها حاجه احسن. البنت قالت له انت بتفكر في ايه؟ قال لها تعالي معايا بس كده انا هجيب لك احسن حاجه تنفع كسلاح. البنت قالت له تمام وراحت معاه. اخدها فعلا ووداها عند محل خنازير علشان تستدعي حد طاقتها. عيل مستفز والله. بتقول له بعدها انت عاوزنا ابقى فتاه الخنزير يعني ولا ايه؟ شو بيقول لها ايوه، وبيخنزر عليها اكتر. المهم بيستنوا لحد لما واحد بيتذبح وبعدين بيروحوا. اول لما بيوصلوا البيت شو بيقول لها طلعي الخنزير بتاعك يلا. لو قالت له تمام وطلعته فعلا، بس شو حاولوا يشوفوا هو زي الحقيقي ولا لا، وفي الاخر بيكتشف انه زي الحقيقي فعلا، بس بيطلع السيف بتاعه كده وبيشوف هيقدر يقتله ولا لا، وبالفعل بيخلص عليه في ثانيه. ولو في الوقت ده كانت هتخلص على شو، بس بيقول لها انه اسف ويعمل لها العشاء. فالبنت بعدها بتسكت. وهم قاعدين بياكلوا بقى كان شو باين عليه انه فرحان جدا، وده بسبب انه بدا يكسب فلوس من الطوف الفتره الاخيره وبدات حياتهم تتحسن. بيقول لها ان شاء الله بعد فتره هنقدر نشتري البيت ده ومش هنقعد بالايجار. بس فجاه وهم قاعدين شو بيحس بناس خارقه قريبه منهم، بيروح علشان يراقبهم. لو هي كمان بتشبط فيه وبتروح معاه، بتقول له ما تقلقش مش هعطلك. بيجروا ناحيه الناس فعلا علشان يلحقوهم، واللي كان في نفس الوقت ده العصابه اتجمعت على جسر كده واستعدت علشان يواجهوا الشرطه، وشكلها هتقلب مجزره. في الوقت ده بقى كان شو ولو واقفين بيتفرجوا على المعركه وكانت جامده جدا. الشرطي ده بيصد ضربات المجرمين بكل سهوله، مفيش حد عارف يقرب له. بس فجاه انتباهه بيتشتت، المجرم بيهجم عليه. الشرطي بعد ما شاف قوته طلع يجري قدامه، حاول يوصل لزمايله، بيوصل فعلا وبيبدا القتال ما بينهم تاني. بس المجرم ده قوي جدا محدش قادر له، وهو يعتبر مصنف من الدرجه الرابعه، يعني قوي بزياده حبتين. المهم بينجح المجرم ده انه يقتل 2 من الشرطه، بياخد اللي معاه وبيهربوا. الشرطه هي كمان بتتجمع وبيبداوا يعملوا خطه علشان يحاصروهم. في الوقت ده بقى شو بيقول لاخته انها تروح، وبيقرر يروح ورا المجرمين. بيوصل كده على بيت الشرطه كلها محاصراه، وشكل العصابه مستخبيه جوه. وواحد من العصابه بيقول للزعيم ايه رايك نسلم نفسنا دلوقتي؟ الناس اللي بره كترت واحنا اكيد مش هنقدر عليهم. الرئيس قال له نسلم نفسنا مين؟ انتهى بلياله ولا ايه؟ تعالوا معايا وانا احميكم، مالكمش دعوه. وبالفعل بياخدهم الاثنين وبيطلعوا من البيت. الشرطه بعد ما شافتهم بدات تضرب عليهم من كل حته، بس الرئيس عملهم درع ليه واخدوا هم الرصاص بداله. ده اللي هتحميهم؟ كائن رخيص والله. الشرطه بعدها بدات انها تجري وراه علشان تمسكه، وواحد منهم حدفه بالسيف بتاعه وقدر ان هو يخترق جسمه. بس متخيل ان ده كفيل يقتله يا صديقي؟ لا والله. المجرم بيقوم ولا كأن حاجه حصلت له، بيقول لهم ها جاهزين تموتوا ولا ايه؟ ولكن فجاه الكل بيلمح شو هو فوقهم، بيقول لهم هتصدقوني لو قلت لكم اني جاي هنا بالصدفه؟ الشرطه بعدها بتتعصب وبيفكروا طبعا المجرم وبيأمروا شويه يهجموا عليه. بالفعل 2 راحوا بكل قوتهم علشان يقتلوه، بس شو كان بارع جدا ومحدش عارف يلمسه، بيحاربهم الاثنين وهينهم حرفيا. في نفس الوقت ده كان شويه من الشرطيين بدأوا يهجموا على المجرم وشكلهم هيهزموه، بس المجرم بيضرب واحد فيهم وبيستفز الثاني، بيخلص عليه نهائي. الواد ده حرفيا بقى عجينه في ايده. شو في نفس الوقت ده كان خلص على الاثنين وبيتفرج عليهم، بس البتاع تحت رجله بتتفك وبيقع على الارض. الشرطي بعدها بيستغل الموقف وحاول يقتله وهو في الجو، بس هو اللي خسر في الاخر. وبكده ما عادش غير المجرم وشو، والاثنين هيتحاربوا دلوقتي. المجرم بعدها بيبص لشو كده وبيقول له دورك علشان تموت، بس فجاه شو بيزود طاقته وبيضرب الاثنين بعض، بس قوه شو بتكون كبيره جدا وبيقدر ان هو يخلص عليه. عظمه على عظمه والله. ده شكلها هتولع بقى. بعد ما شو بيهزم المجرم بيروح على البيت وبتقابله لو، واللي كانت قلقانه جدا عليه. بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش كله تحت السيطره، بس تعالي معايا كده انا هروق عليكي. البنت قالت له ما انت قلت لي كده امبارح وخدتنا عند بتاع الخنازير. قال لها لا المره دي غير ما تقلقيش. طلعوا فعلا وقابلهم العجوز ده، قال لهم رايحين على فين دلوقتي؟ قالت له ده شو واخدني بس
بص على مطعم جنبنا، مش صح يا شو ولا ايه؟ فالواد قال لها ايوه صح. طلعوا فوق كذا بيت كده وطلب منها شو انها تتفحص المكان على بعد كيلومتر من هنا اذا كان في حد مشبوه او غيره. البنت قالت له تمام وطلعت العصفور بتاعها بتتفحص المكان وبتقول له لا مفيش اي حاجه. بيقول لها عظمه قوي، انا هروح هناك ولو لقيت المكان امان هقول لك تعالي. فالبنت قالت له تمام. وصل على المكان فعلا وكان فاضي، بعت لها رساله وقال لها تعالي. لو بتوصل على مكانه فعلا وبيقول لها حاسه بطاقه حد ميت هنا. فالبنت قالت له ايوه 3 اشخاص، واحد طويل واثنين قصيرين. قال لها طب خدي طاقه الراجل الطويل كده. اخدتها فعلا. قال لها استدعيها علشان نتاكد اذا كان هو ولا لا. البنت قالت له طاقتي خلصانه دلوقتي، هحتاج يوم راحه ولا حاجه. قال لها خلاص تمام مش مشكله، حلو قوي كده النهارده، يلا بينا بقى نروح. لو قالت له نروح مين يا عم؟ انت مش قلت هتودينا على مطعم ولا ايه؟ شو بيقول لها بس احنا مش كنا بنهزر ولا ايه؟ قالت له لا انت عايزنا نرجع يعني وبطننا فاضيه؟ عايز العجوز يقول ايه؟ قال لها خلاص يا ستي تعالي نحتفل باللي عملناه النهارده. اخدها فعلا في مطعم وسط البلد، قعدوا ياكلوا، باين عليها بتاكل كتير فعلا. شو قال لها وهي بتاكل اللي حصل بينا ده خليه سر محدش يعرفه، واوعي توري حد قدراتك. فالبنت قالت له تمام. بس شو بعد ما بص لها كده وهي بتاكل قال لها انا عارف ان العيشه معايا صعبه، زمانك لو كنت بتاكلي في الميتم كانوا هياكلوكي اكل احسن من كده. انا عارف ان الحاله الماديه بتاعتي مأثره عليكي، فانا اسف لو قصرت معاكي. لو بعد ما بتسمع كلامه بتبدا تعيط، قالت له انا مش فارق معايا الاكل ولا فارق معايا اي حاجه، انا بس عاوز اعيش معاك في بيتنا. شو بعد ما بيسمع الكلام بيتاثر جدا وبدا يفتكر قد ايه هم كانوا قريبين وهم اصغر، وبيفتكر لما اول مره قدر يجمع فلوس واجر البيت اللي هم قاعدين فيه. بعدها بيقول لها انا كمان عاوز اعيش في مكان اعتبره بيتنا ومن النهارده هنفضل مع بعض على طول. لو بعد ما بتسمع كلامه بتفرح جدا وبيخلص اليوم على كده. بعدها بقى بتعمل شبكه السماء اجتماع علشان يعرفوا هويه اللي قدر يهزم المجرم. بيقولوا انه من طريقه كلامه وافعاله باين عليه لسه مراهق، بس اذا كان مراهق وقدر يوصل للطاقه ديت فلما يكبر هيبقى عامل ايه؟ احنا لازم نعرفه بسرعه. في نفس الاثناء ديت بقى كان شو قاعد يبيع التوفو بتاعه كده وشهرته بقت كبيره جدا لدرجه ان كل التوفو بيخلص في 10 دقايق. وشو كان زعلان جدا علشان هو مش عارف يكسب مشاعر سلبيه من الناس علشان بقوا بيحبوا التوفو وريحته. بس هو قاعد بيبيع بيجي له واحد كده بيساله عن التوفو، ولما شو قال له لا الراجل اتنرفز وشو كسب من وراه 50 نقطه. قال ده ايه الحلاوه ديت؟ جات له فكره. وبعدها جاله واحد تاني قال له انا عاوز توفو. شو قال له انت عاوز توفو؟ فالراجل قال له ايوه. شو قال له طب تعالى كده قرب قرب، التوفو كله خلاص. الواد بعدها بيتحرق وشو بيكسب منه نقط. خنزير خنزير والله. وتاني يوم ولو نايمه بتحس ان طاقتها رجعت، بتصحى تروح لشو بتعرفه بالخبر، بتوري له المجرم بتاعها. شو قال لها ده عظمه قوي، انت بتتحكمي فيه ازاي؟ البنت قالت له اللي انا عاوزاه هو بيعمله، حتى عاوزنا اخليه يضربك كده. فشو قال لها لا بالله عليكي. المهم لو قالت له انها بتقدر تشوف ذكرياتهم كمان، وعلى فكره البوكس بتاعك كان جامد. شو قال لها بتعرفي تشوفي ذكرياتهم كمان؟ ده ايه الحلاوه ديت؟ بس فجاه لو بتقول له انها شافت في ذكرياته مكان فلوس كتيره كانوا سارقينها وبتقترح عليه انهم يروحوا ويجيبوها. بس شو بيقول لها لا ما ينفعش، وده علشان احنا لو جبناها لازم نسلمها للشرطه، وبعدها الشرطه هتسالنا عرفنا مكانها منين وكده، والناس هتعرف قوتك. فلو وقتها زعلت وراحت عليه وقالت له بس احنا مش ممكن ما نوديش الفلوس ديت للشرطه ونشتري البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، مش ممكن نستخدم الفلوس ديت في اي حاجه تساعدنا. شو قال لها لا انا كمان عاوز اشتري البيت ده بس مش بالطريقه الغلط. وبعدها بيتبارد عليها اكتر. لو طبعا بتكون زعلانه وبعدها بتسيبه وبتمشي. وتاني يوم الولد بيروح على المدرسه وبيلاقي الفصل كله بيتكلم عن الحادثه اللي حصلت على الجسر، ولما شو بيشوفهم بيتبارد عليهم كلهم وبيكسب منهم نقط. بعدها شو بيروح يقعد مكانه وبيسال جي عن الارض المباركه، فبيقول له جي ان ديت عباره عن ارض فيها طاقه روحيه كتيره، ولو اتدربت فيها طاقتك هتزيد بسرعه وهتوصل للاستفاقه. شو قال له تمام بس الارض ديت غاليه جدا، مفيش طريقه تانية اتدرب بيها. جي قال له يبقى عن طريق الاحجار السحريه، وسمعت انهم هيعطوا لنا شويه بكره كده. فشو قال له خلاص يا عم تمام. بس تاني يوم بقى بيكون في مدير جديد جاي للمدرسه واللي هو عضو من شبكه السماء، وجاي علشان يدرب فصل الديوان او فصل القوات الخارقه. المهم بيدخل المدير على المدرسه واللي اسمه لي شياو. اول لما المدير بيعدي قدام شو الواد بيحس منه بحاجه غريبه وبيعرف ان ده مش راجل عادي، ده عضو في شبكه السماء. المدير هو كمان بياخد باله ان حد من الطلاب لاحظه، وبعدها الكل بيرحب بالمدير. بيخلص الاحتفال طبعا ولي شياو بيروح على فصل الديوان، بيحذرهم من الشخص الجديد اللي ظهر في المدينه وبيقول لهم على مواصفاته كامله علشان لو ظهروا قدامهم يبلغوه علشان يلحقهم. بعدها بيوزع المدرس احجار سحريه عليهم علشان التدريب وكده، كل واحد على حسب درجته، وعلشان شو درجته كانت ضعيفه بياخد حجرين بس. ولما بيطلعوا بره شو بينادي على جيا، بياخده في جنب كده بيساله اذا كانت الاحجار الروحيه ديت ينفع تتباع ولا لا، وقد ايه يعني هو سعرها. جيا قال له الاحجار ديت من شبكه السماء ومحظور عليها انها تتباع، ولكن ممكن اكلم لك واحد صاحبي في السوق السوداء ويبيعها لك يعني. وبالفعل الواد بيكلمه وبيتفقوا على السعر، وبتكون الاحجار ديت غاليه جدا، الواحده بتكلف 120,000 ين، يعني حرفيا كده لو شو اخد الفلوس هيقدر يشتري البيت بكل حاجه فيه. صبرت فنلت يا ابني والله. من ناحيه تانية بقى كان لي شياو راح على العجوز علشان
علشان يتكلم معاه في حوار الشخص الجديد اللي ظهر، وده بسبب انه بيستخدم السيف، والشاكك لا يكون العجوز هو اللي معلمه ولا حاجه. بس العجوز قال له لا انا ما اعرفش عنه اي حاجه، وانه عيب يكون راجل محترم ويشك في الناس. فبيتحرج ليه شياو منه كده وبعدين بيمشي. بعدها بيرجع شو على بيته، بتقابله لو وبتساله عن شبكه السماء والارض، بيعرفها شو كل اللي يعرفه عنهم. بعدها بيقول لها انا عندي ليكي خبر حلو. البنت فرحت جدا، قالت له ايه؟ شو بعدها طلع لها الفلوس اللي جمعها ووراها لها، عطلها تليفون كمان، والدنيا اخر روقان. قال لها بعدها انا كمان كلمت صاحب البيت وخلاص عيني للملكيه باسمي من بكره. البنت بعد ما سمعت الكلام ده فرحت جدا وحضنت شو وقعدت تعيط من الفرحه. لحظه جميله جدا جدا والله. بعدها شو بيروح يتدرب وبيزود في طاقته. لو هي كمان طاقتها بدات تزيد والدنيا رايقه على الاخر. بس وشو بيجيب ملكيه المنزل بتجيله رساله كده من المدرسه انهم هيسافروا لاحد الاماكن للتدريب. في الوقت ده شو بيعرف ان هو مش هيجي البيت لمده كام يوم، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى بيكونوا الطلاب راكبين عربيات ورايحين على مكان تدريبهم. وهم راكبين العربيات بيبدا جاي ان هو يشرح لهم على المكان اللي هم رايحينه والدنيا ديت. يعني بيقول لهم المكان ده عباره عن حاجه كده اسمها الحطام، ودي حاجه اتكونت بعد غزو الفضائيين، موجود فيها اوهام وموجود فيها كنوز وكل حاجه، ولكن اهم حاجه في الحطام ده هي عين التكوين. لو حد قدر ياخدها بيختفي الحطام ده. العيال بتسمع الكلام والكل بيكون مركز. بيكمل جاي كلامه بقى وبيقول لهم ان رئيس شبكه السماء قدر ان هو يفتح حطام من كذا يوم فاتوا، واخد عين التكوين اللي فيه، وكانت عباره عن سيف كده. العيال بعدها بتقوله تمام وبيتحمسوا جدا. بيوصلوا بقى على مكان التدريب، بيجمعهم المدرس بتاعهم وبيقول لهم دلوقتي انتم جيتم هنا، المهمه ديت مهمه سريه، وده طبعا علشان تزودوا خبراتكم مش اكتر. بس لو واحد سرب اي معلومه فهتتعرضوا لعقوبه عسكريه. العيال قالت له تمام، وبعدين دخلوا لجوه، كل واحد اخد اكله وقعدوا علشان ياكلوا. بس كان في واحد تخين كده ماشي ومش عاجبه المكان، فضل يسال على كرسي علشان مش عاوز ياكل وهو على الارض، ولكن مفيش كراسي قدامه. بس في الاخر كده عسكري بيشوفه وبيروحوا بيديله الكرسي بتاعه علشان يبطل زن ويرحمهم، والعسكري هو راح وقعد على الارض بداله. شو بعد ما شاف الوضع ده ما عجبهوش الكلام، راح على الواد ده وقال له قوم يلا من على الكرسي. الواد عمل نفسه مش سامعه، فراح شو متعصب منه ورزعه بالقلم. جاحد يا ابني والله. بعدها المدرس جه واخد الواد ودخله جوه، وشو كان قاعد بياكل ولا همه. واثناء الليل بقى الكل بدا يتدرب الا شو ما كانش عارف يتدرب معاهم. بس قال في باله انا اتدرب ليه وانا اقدر ازود النقط اللي معايا، يلا بينا نتراخم على حد. راح على رئيس الفصل بعدها وفضل يتبارد عليه. رئيس الفصل كان بيتدرب ومش عاوز يرد عليه، بس شو وراه ومش سايبه. رخم مفيش كلام يعني. المهم بيجمع له منه شويه نقط محترمه كده وبيشتري بهم تفاح. بعدها بيحاول يرن على لو علشان يطمنها، ولكن ما بيكونش في شبكه في المكان. الواد بيقلق جدا وبيحس ان في حاجه، بس بعدها بيروح علشان ياكل تاني. الطباخ بقى المره دي بيديله اكل زياده، وحتى كمان واحد من العساكر بيديله الكرسي بتاعه علشان يقعد عليه، وده طبعا بسبب التصرف الرجولي اللي شو عمله امبارح. بس طبعا شو ما بيرضاش ياخد الكرسي وبيقعد على الارض تاني. وبعدها بياكل هو وجيا. بعد الاكل بقى بيروح شو يتبرد على رئيس الفصل تاني وبيكرهه في حياته. الواد من كتر ما زهق طلع يجري علشان يتدرب بعيد عن المخيم. بس انت متخيل انه شو هيسيبه؟ لا والله، شو بيجري وراه وبيلحقه برضه. بيفضل يتبرد عليه كمان وكمان لحد لما بيجمع كل النقط اللي هو عاوزها. بعدها شو بيروح يتدرب في مكان لوحده، بيفتح خريطته النجميه، وهناك بيقدر يزود طاقته وبيحس انه بقى جامد اخر حاجه. بس هو رايح علشان ياكل في الغدا، رئيس الطلبه بيروح له علشان خلاص جاب اخره منه. بيقول له انت قاعد تتنطط من ساعه ما شفتك علشان كسبتني مره في الريست، انا بقى طاقتي زادت ولو لعبتك دلوقتي هكسر دماغك. شو قال له طب حلو قوي يلا بينا. المدرس بعدها بيسمعهم وبيروح علشان يبقى الحكم ما بينهم. الاتنين مسكوا ايد بعض وجهزوا علشان يلعبوا. العيال كلها بتشجع رئيس الفصل ومستنيه شو يخسر ويرتاحوا منه، وده طبعا اللي شو كان عاوزه. اول لما المدرس بيشيل ايده وبيقول لهم يلا ابداوا، شو بيكسب رئيس الفصل في اقل من ثانيه. العيال كلها بتتصدم وشو بيلم منهم نقط بالهبل. المدرس هو كمان بقى بعد ما شاف قوه شو الواد عجبه وقال له تعالى لعبني يلا. فشو قال له تمام ولعبه. وكان المدرس اقوى بكتير من رئيس الفصل بس برضه خسر بسهوله. وبعدها المدرس فرح جدا من شو وقال له انت مستقبلك باهر، شد حيلك على كده ومحدش هيقف قدامك. فشو بعدها بتجيله فكره وبيقول له لا يا معلم، ده كله بفضل رئيس الطلبه، هو نجمه حظي، كل لما بمسك ايده طاقتي بتزيد. رئيس الفصل طبعا كان سامعه وعمال يديله نقط بالهبل. خنزره ليفل ماكس والله. بس بقى وهم قاعدين كده ليه شاو بيلاحظ ان في ضباب كتير داخل عليهم وان دي مش حاجه عاديه تحصل في المكان ده. بيرن جرس الانذار وبيامر الكل انهم يهربوا من هنا. شو بعدها بيسمع الانذار وبيحاول يهرب هو والناس اللي معاه، ولكن الضباب بيلحقهم في ثواني. الكل بيتبلع جواه. شو بينزل على مكان غريب كده اول مره يشوفه. بيقول في باله انا عمري ما شفت المكان ده قبل كده. لسه ما كملش الكلام وبيلاقي وحش عظمي بيهجم عليه. الواد بيفتح هجماته كلها، بيمسك الفاس وبيخلص عليه. بعدها بيطلع في حته عاليه كده علشان يشوف هو هيروح منين، ولكن فجاه بتظهر وحوش كتيره من تحته بتحاول انها تقتله.
شو بيفضل يجري منهم ومحدش بيمسكه. بس فجأة شوية من الطلاب بيطلعوا يجروا قدامه، بيقولوا له يهرب علشان في وحوش وراهم. بيبصوا شو على الوحوش كده وبيلاقيها بتقتل في واحد فيهم، فبيروح شو علشان يلحقه. بيخلص على الوحوش كلها في ثواني. العيال كانت واقفة ومصدومة من قوته، ولكن فجأة وحش بيحاصر شو ما بيكونش عارف يعمل ايه. العيال هي كمان فضلت واقفة تتفرج عليه، محدش فكر يروح ويساعده. شو بعدها بيستجمع قوته بيخلص عليه. بعدها بيروح عليهم وبيقول لهم المكان هنا مش آمن، روحوا لحتة تانية استخبوا فيها. البنت قالت له انت هتروح فين؟ خليك هنا واحمينا. بس شو ما ردش عليها وقال لها الوحوش بتموت عن طريق قطع راسها، خدوا الفاس ديت وحاربوهم بيها. وبعدها سابهم ومشى. واحدة فيهم بعد ما مشى بتقول يا ريتنا كنا ساعدناه، على الاقل كان فضل معانا. وبيخلص اليوم على كده. وبعدها شو راح على شوية هياكل عظمية كده وبدأ يحارب فيهم علشان ياخد منهم سلاح معاه. هزمهم فعلا واخد سيف من واحد منهم. فضل يجري في الحطام علشان يدور على مكان يستخبى فيه قبل ما الليل يدخل. بس وهو بيجري بيشوف واحد ضارب فلير في الجو، فالواد بدون تفكير بيروح على مكان الفلير وبيضرب شعلته ينزلها على الارض. بعدها شو بيبص على مكان الشعله وبيلاقي واحد واقف ومعاه مسدس الفلير. لا ومش بس كده، ده كان عمال يطلع منه نقط علشان شو بوظ الشعله بتاعته. وقتها بقى شو بيستنتج ان ده ممكن يبقى الجاسوس اللي جه قال له عليه، وبيقرر يحذر منه. وبالفعل ده كان جاسوس جاي تبع منظمه تانية، وهو كان عارف ان هم يدخلوا الحطام معاه 6 اصحابه، واتفقوا انهم لو تاهوا عن بعض يضربوا فلير في السماء علشان يتجمعوا. بس طبعا شو كان موجود وبوظ خطه الواد ده، علشان كده هو كان متعصب وعمال يطلع منه نقط. بعدها الواد بيجيب ناعم وبيحاول يمثل على شو، بيقول له ان هو معاه من صف الديوان ودخل في الحطام بالغلط. شو بعد ما سمع كلامه قال مش مشكله نكمل في التمثيليه. قعد يقول له ما انا كمان في صف الديوان، تعال نمشي مع بعض. الواد بقى في الوقت ده شاف السيف اللي معاه شو وقال له ده حلو قوي السيف ده، انت جبته من الحطام ولا ايه؟ شو قال له ايوه. الواد قال له طب ما تجيبه كده ثواني. الولد بيقرب من شو بحذر علشان ياخده. شو عامل نفسه بقى يديهوله، وفي اخر لحظه شو بياخده ناحيته، وده طبعا خنزره منه علشان يكسب نقط. المهم بعدها الواد بيقرر ان هو يمشي وبيقول له شو ان هم هيتفرقوا هنا. بس انت بقى متخيل ان هو هيسيبه؟ لا والله. شو بيقول له لا ما تسيبنيش، انا هاجي معاك علشان بخاف امشي لوحدي. الواد بيتصدم منه ولكن بيقول له تمام. فضلوا يجروا مع بعض فعلا، وشو عامل نفسه بطيء ومش عارف يحصله، وقال ازود في سرعتي علشان اخلص منه. بس بعدها بيتفاجئ بشو جنبه مواكب سرعته، والمسافه ما بينهم ثابته، وحوشيه كمان من تحت الارض بتظهر علشان تقتلهم، والواد بيحاول يهرب منهم على اخره. شو هو كمان عمل نفسه خايف من الوحوش ديت وفضل يجري معاه. الواد عاوز ياخد من شو السلاح وشو بيخنزر عليه مش اكتر. بعدها شو بقى بيزقه وبيطلع يجري بعيد عن الهياكل كلها. الواد كان هيموت بس طلع سكينه مخبيها وقدر ان هو يقتل بيها الوحوش. بعدها بيفضل يجري لحد لما بيوصل عند شو وبيكون متعصب منه وعاوز يقتله علشان زقه، بس بيقرر ان هو يقتله وهو نايم بالليل علشان ما يقاومش ويتعبه. بعدها الاتنين بيروحوا على مكان عالي فعلا علشان يرتاحوا، وشو عمل نفسه نايم في الاول، وبعدين اول ما الواد قرب منه علشان يقتله صحى وقال انا دلوقتي بقيت تمام مش هحتاج انام. والواد يا عيني كان هيولع منه. المهم الصبح شو بينزل علشان يجيب اكل من معاه وبيطلع واحد من التوفو فعلا وبيقعد ياكله. الواد اول لما شاف التوفو اتصدم منه، قال له انت عملته ازاي؟ اكيد مستحيل يكون كان معاك. شو قعد يتبرد عليه لحد لما الواد بيتعصب على الاخر، بيقرر ان هو يقتله. الواد كان قوي جدا وقدر ان هو يضرب شو، بس شو مش سهل برضه، بيفادوا كل هجماته وبيردها له. الواد بيتعصب اكتر وبيهجم على شو بكل غباء. تفتكر ان ده يفرق معاه؟ لا والله. شو بيفادي كل هجمات الواد ده براعه، بس هو بيفاديها السيف بتاعه بيقع. الواد بعدها بيفكر انه خلاص هيقتله، بس شو بيطلع السيف بتاعه التاني وبيخلص عليه. بعدها بقى الجاسوس بيعرف ان ده هو الشخص اللي هزم المجرم قبل كده وبيقع على الارض وبيموت. شو بعدها بيبص على الواد كده وهو ميت وبيقول قد ايه الدنيا ديت مرعبه، انا امبارح كنت قاعد اهزر معاه واتراخم عادي وما كانش فيه اي حاجه في دماغي، والنهارده انا قتلته. الموضوع مش ظريف فعلا، بس مهما كان الطريق صعب انا هسلكه. وبعدها بيسيبه وبيمشي، وهو ماشي بيدخل كده على غابه وبيشوف تفاح على الارض. بيعرف ان الشجر ده بتاع تفاح وبيروح يجمع له شويه، بس وهو بيجمعه بيلاقي شويه من السناجب متعصبين جامد منه قاعدين يحدفوه بالطوب. ده حتى السناجب ما اترحمتش من خنزرته. المهم بيجمع منهم شويه نقاط كده، وبعدها بياخد التفاح وبيجري. بيفضل يجري لحد لما بيوصل على نهر كده بيشرب منه. بيقول في باله انا بجري من بقالي كتير وما قابلتش اي حد، هو الحطام ده ملوش نهايه ولا ايه؟ لسه ما كملش الكلام وبيلاقي مجموعه من الذئاب بتهجم عليه. بيحاول يجري منهم يمين بس بيلاقي العشيره بتاعتهم كلها هناك، فبيرجع للمكان اللي جاي منه. بيفضل شو يجري منهم وبيرجع كل اللي مشاه، بس شو هو بيجري بيقول انا ازاي ما تعبتش بعد كل الجري ده؟ يمكن ده بسبب التفاح. بالعكس انا حاسس ان اعرف ازود سرعتي اكتر واكتر. بيزودها فعلا وبيقدر يهرب من الذئاب كلها. جامد يا ابني والله. بيوصل على مكان الناس اللي عطلهم الفاس وبيلاقي عددهم زاد. بيقعد عندهم وبيقول لهم انا هقعد معاكم ليله واحده وهمشي من هنا. العيال بتحاول تتحايل عليه ان هو يحميهم بس هو ما كانش راضي. بيزود عليهم في الخنزره وبيسالهم انتم ما اكلتوش من امتى؟ البنت بعدها بتعيط وبتقول له بقالنا 3 ايام ما اكلناش. بيقول لها حلو قوي. بيطلع التفاح وبياكله قدامهم. خنزير اقسم بالله. بيقول لهم لو عاوزين التفاح ده هتمشوا في
في الاتجاه ده لمده يومين هتلاقوا هناك شجر كتير مليان تفاح، بس خلي بالكم من السناجب بتاعته علشان ما بتحبش حد يلمسه. العيال بتتعصب منه وبتديله نقط زياده، وده علشان هم عارفين انهم مش هيطلعوا من هنا. واحد بقى منهم بياخد الفاس ديت وبيروح عليه علشان ياخد منه التفاح بالعافيه، بس شو بيتبرد عليه وبياخد الفاس منه. بعدها بيقول لهم جه الوقت علشان امشي، وبياخد السيف والفاس علشان يحارب في الوحوش، بس كان ساب لهم تفاحتين كده قبل ما يمشي، والعيال وقتها ما اخدتش بالها. بعدها شو بيروح يمشي وبيدور على اي حاجه يعملها، بس فجاه بيسمع صوت عدو داخل عليه وبيقلق. شو بيرجع لورا كده والهيكل بيضربه برمحه، ولكن شو بيمسكه منه وما بيرضاش يسيبه. بقيه الهيكل بتتجمع علشان تهجم على شو، ولكن بيوقع اللي قدامه وبياخد منه رمحه وبيطلع يجري. حتى الهيكل العظميه ما سلمتش من خنزرته. المهم الهيكل بتفضل تدور عليه ولكن ما بتلاقيهوش، وبعد ما بتيأس منه الهيكل بتقرر انهم يمشوا ويسيبوا المكان. واول لما بيمشوا شو بيقرر ان هو ياخد بقيه اسلحتهم ويلحقهم ويخنزر عليهم. عظمه قوي. من جانب تاني بقى كان في شويه من الطلاب المدرسين مترصدين لفرسان الهيكل دول علشان عاوزين يقتلوهم، ولكن مش عارفين يعملوا معاهم اي حاجه، فعلشان كده بيقرروا ان هم هيقتلوا قائد الفرسان دول على امل انهم يتشتتوا ويقدروا بعدها يخلصوا على الكل. وبالفعل بيدوروا على اي واحد فيهم شكله غريب علشان يقتلوه، وبيختاروا اللي من غير رمح اللي ماشي بسيفه ده، وبيفكروا القائد. يعني هم مش عارفين ان شو هو اللي سرق سلاحه، بس ما علينا. يعني غلبان قوي الفارس ده والله. المهم القناص بيتمركز وبوم بيضرب الطلقه بتفرتك دماغه. الكل بيحتفل وفرحان ومفكرين انهم كده هزموا الفرسان، ولكن قائد الفرسان بيكون عايش لسه وبيخلي اتباعه يضربوهم بالسهام، فما بيعرفوش يعملوا حاجه غير انهم يطلعوا يجروا. بيروحوا بقى في حته تانية كده وبيقولوا هو احنا عملنا ايه؟ احنا مش قتلنا القائد بتاعهم ازاي؟ هم فضلوا مركزين برضه وضربوا علينا. وواحد من المدرسين بيقول مفيش غير سبب واحد، وهو ان اللي احنا قتلناه كان اتسرق منه سلاحه. بس يا ترى مين اللي هيسرق سلاحه ومين اللي عنده الجرأه دي؟ لسه ما كملوش الكلام وبيلاقوا شو متربص للهيكل دي بينط على واحد فيهم يضربه وبياخد منه الرمح بتاعه وبعدين بيمشي. المدرس بيقول بعدها اهو احنا كده عرفنا مين اللي بيسرق الرماح. بس هو كان في طالب في صف الديوان بالقوه دي، وواحد من الطلاب بيتعرف على شو بيقول له ايوه ده طالب عندنا اسمه شو نظام طاقته استفاق بعد ما هزم رئيس الفصل في الريست، وشكله قوته عاليه جدا. المدرس قال علشان كده بقى احنا لازم نضم الولد ده في صفنا. من جانب تاني بقى شو كان قاعد على شجره كده ومش همه ولا جنود ولا هياكل ولا اي حاجه، كان قاعد يتخيل في حياته قبل كده وقد ايه اخته له وحشاه وعاوز يرجع لها. فبيقرر بعد التفكير ده ان هو يكمل الطريق بسرعه علشان يستفاد من الحطام اقصى استفاده وبعدين يرجع. ولكن وهو ماشي في الطريق بيكون الهياكل عملوا كمين عليه علشان يقتلوه، حصروه من كل حته وقرروا انهم يخلصوا عليه. بس شو بيفاجئهم وبيفعل طاقته الروحيه في الرمح بتاعه، بيستخدمه ببراعه جدا، بيهجم على الفرسان واحد ورا الثاني وبيخلص عليهم. ده ايه الجمدان ده يا ابني؟ انت جايب القوه ديت كلها منين؟ طبعا الواد بعد ما بيخلص على كل الفرسان لوحده بيجري على اسلحتهم وبيلمها وبعدين بيمشي من المكان. من ناحيه تانية بقى كانت له متعصبه جدا علشان شو لسه ما رجعش على البيت بقاله 3 ايام، وكانت ناويه له على نيه سواد لما يرجع. بس الواد بيكون سايب لها رساله كده، ولما بتقراها بتفرح وبتقرر انها هتستناه. نرجع بقى للمدرس ده والناس اللي معاه وهم ماشيين في امان الله كده، فجاه بيلاقوا الهياكل العظميه كلها اتقتلت. لا ومش بس كده، ده بيعرفوا كمان ان اسلحتها كمان اتاخدت، وطبعا الكل بيعرف ان ده اسلوب شو. بس المدرس بقى كان بدا ينبهر من شو قوته الجباره، وبيقرر ان هو هيعمل خطه علشان يساعد شو في هزيمه اخر شويه من الهياكل. بس انت بقى متخيل ان شو مستني حد يساعده يا صديقي؟ لا والله. شوف الوقت ده كان راح في مكان كده وفعل خريطته النجميه، طلع منها فاكهه صفرة كده واكلها، والظاهر انها بتخليه عنده القوه ان هو يتحكم بالرماح دي اكتر. في نفس الاثناء دي كان الطلاب مع المدرسين بيتربصوا للفرقه الاخيره من الهياكل علشان يقتلوهم، بس فجاه بيلاقوا رمح نازل من السماء على واحد من الفرسان ومخلص عليه. رماح تانية من كل حته بتنزل عليهم وبتبدا تكسر فيهم واحد ورا الثاني. بعدها بيظهر شو علشان يقتل الباقي منهم بايده. المدرس بعد ما بيشوفه بيقرر ان هو ينزل هو وباقي الطلاب علشان يساعدوه، بس انت متخيل ان هو هيحتاج مساعدتهم يا صديقي؟ لا والله. شو بيخلص على كل الفرسان في ثواني من قبل ما واحد منهم يوصل له اصلا. جامد يا ابني والله. الكل بعدها نزل بقى وكان في ذهول من قوه شو الجباره، والمدرس كان رايح عليه بقى علشان يذكره. لسه هيتكلم بيلاقي شو بيقول له كل الاسلحه اللي ورا دي بتاعتي، مش هخليك تاخد منها اي حاجه. خنزير ليفل ماكس والله. الراجل قال له تمام ما تقلقش يا عم مش هاخد منها حاجه، بس الاسلحه ديت مش كتير عليك ومش هتقدر تشيلها. شو قال له تصدق كلامك صح، ده في ناس كتيره ورا. شو راح جنب الاسلحه وعمل نفسه بياع، قعد في جنب كده وقال لهم اي رمح واي سيف ب1000 ين، قرب وخد احسن الرماح من الهياكل العظميه. الواد ده مفيش اي حاجه ما بيعرفش يسلكها باين. العيال اتلمت حوالين شو بداوا انهم يبدلوا ادواتهم الغاليه بالاسلحه علشان يقدروا يحاربوا الوحوش دي، والواد كان في قمه السعاده. وقتها بقى 2 من زمايل شو كان معاهم شويه فلوس كده وراحوا علشان يشتروا سيف. تخيلوا ان شو مش هيخنزر عليهم. لا والله. شو قال لهم فلوسكم القليله دي مش هتجيب غير الفاس، وما تقلقوش يعني هي جامده وبتقطع كويس. الواد ده فرح جدا وبعدين مشى. فشو قال وهو ماشي اخيرا خلصت من الفاس المعفنه. فالواد بعدها اتضايق وطلع منه نقط. بعدها بقى بيجمعهم المدرس وبيكملوا مشي في الحطام، بيفضلوا ماشيين لحد لما رجليهم بتوجعهم من كتر المشي. المدرس بقى بيبص على شو كده بيلاقيه مكمل ولا في دماغه، بيروح عنده كده وبيفضل يتكلم معاه شويه. شو بقى بيساله عن بقيه الطلاب واذا كان حد اتجرح ولا لا. المدرس بيقول له الطلاب كلهم تمام وما فيش اي طالب حصل له اي حاجه، بس معظم الضحايا كانوا طلاب عسكريين ماتوا وهم
هم بيحموا الطلاب. بعدها شو بيتاثر من كلامه وبيحس ان المدرس ده طيب، وبعدين بقى بيقفوا في مكان كده وبيولعوا نار علشان يتدفوا. شو بيبص على المدرسين كده بيلاقيهم تعبانين ومش قادرين يتحركوا، فبيصعب عليه جدا وبيديلهم شويه تفاح علشان ياكلوه. واول لما المدرسين بياكلوه طاقتهم بترجع وبيكونوا في قمه السعاده. شويه من الطلاب لما بيشوفوا المدرسين وحالتهم اللي بقت احسن بيروحوا على شو بيقولوا له احنا كمان عاوزين تفاح. شو بص لهم كده وقال لهم انتم شويه عيال مالكمش لازمه، واقفين ورا المدرسين علشان يحموكم مش اكتر، ما بتعملوش اي حاجه، ولما شفتوني بدلهم حاجه علشان يرتاحوا جيتهم علشان تاخدوها، امسوا مش هتاخدوا مني اي حاجه. فبيمسوا، بس في واحد غني منهم كده بيروح على شو بيديله ساعه ثمنها 30,000 ين مقابل ان هو يديله 3 تفاحات. فطبعا الواد بيوافق في ثواني وبيديله كل اللي هو عاوزه. كلب فلوس يا صديقي ملهاش علاقه. بعدها بقى بيسمع الطلاب صوت وحوش كده بتهجم عليهم وبيعملوا دايره علشان يحموا بعض من الاشباح. بس شو كان وقتها حس ان السيف بتاعه عايز يطلع من جواه ويقتل الاشباح دي، بس بيمنعه علشان ما ينفعش الناس ديت كلها تشوفه. ولكن الاشباح بعد ما بتعرف ان سيف شو موجود بتخاف منه وبتهرب من المكان كله. عظمه على العظمه قوي. شو بقى بعد ما شاف رد فعل الاشباح قرر ان هو هيبقى يجري وراهم ويخنزر عليهم طبعا. بعدها بقى العيال بتوصل على مركز الحطام اخيرا، وبيكون في كميه كبيره جدا من الناس قدرت توصل على هنا. وكان في شويه من الطلاب بيتكلموا عن ساي وقد ايه هي قويه وقدرت تخلص على كل الفرسان لوحدها. واحد فيهم بيقول ان طاقتها حصل لها استفاقه هي كمان وبقت جامده جدا. شو لما بيسمعهم بتشد البنت ديت انتباهه، ولكن بيقول طالما في ناس كتيره هنا وانا لسه معايا اسلحه كتيره ما يلا نبيعها بقى. الناس بتلم حواليه تاني وبيبيع لهم فعلا. ولكن فجاه بيجي له واحد من زمايله بيقول له تعالى علشان رئيس الوحده عاوزك. شو بيتصدم كده ولكن بيروح معاه فعلا. بيكون ساي هي كمان هناك. بيشكرهم رئيس الوحده على اللي عملوه هما الاثنين وبيطلب منهم المساعده بكره علشان ينزلوا جوه الحطام اكتر. بيطلع بعدها رئيس الوحده السيف بتاعه وبيحدفه جوه الفتحه دي علشان يقيس بيه الارتفاع بتاعها. بيكون سلاحه ده بيستنزف طاقه كبيره جدا على عكس السيف بتاع شو واللي ما بياخدش اي طاقه منه اصلا. ولما بيعرف ان الفتحه دي ارتفاعها 100 متر بيقرروا انهم ما يعملوش اي حاجه النهارده وينزلوا ويستكشفوا كل حاجه بكره علشان هما مش عارفين ايه الاخطار اللي ممكن تقابلهم تحت. وطبعا الكل كان موافق على الكلام ده. بعدها شو بقى بيقعد في جنب كده وبيعد المشاعر السلبيه اللي جمعها. ولكن واثناء ما كان بيجمع المشاعر دي بيعرف ان في 9 جواسيس معاهم علشان الناس ديت ما بيكونش موجود ليهم اسامي، دول بيكونوا مكتوبين كده بالارقام وده معناه ان هم جواسيس. الواد بيحاول يبص على اي حد علشان يعرف مين الجواسيس دول ولكن ما بياخدش باله. من ناحيه تانية بقى بيوصل المعلم ليشيا على مركز الحطام وبيكون شايل شجره من التفاح كامله وجايبها هنا وشكله طاقته كبيره جدا يا صديقي. بيروح له شو بقى وبيلاقي سنجاب خارج من الشجره بتاعته ومتعصب جدا علشان هم اخدوا التفاح منها. السنجاب لما بيشوف شو بيتعصب عليه اكتر وبينط عليه علشان يضربه، بس شو بيمسكه وبيديله تفاحه فبيرجع زي الكتكوت تاني. بعدها جيا بيجري على شو علشان يطمن عليه ويشوف ماله. شو بيقول له يا عم ما تقلقش انا تمام الوضع تحت السيطره. فجيا بيفرح جدا وبيعرفه باللي حصل. بيقول له ان هو قتل 4 فرسان لوحده وطاقته زادت جدا من بعد ما دخل الحطام ده. شو طبعا بيفرح لصاحبه وبيديله رمح علشان يحارب بيه، بس المره دي ببلاش علشان جيا صاحبه. واحد بقى من الجواسيس بيروح على شو علشان ياخد منه رمح وبيقول له اديني رمح دلوقتي ولما نطلع هديلك 50,000 ين. شو بيقول له مفيش ضامن على كلامك مش هديلك اي حاجه. فالولد بيتضايق وبيطلع منه نقط سلبيه. ولما شو بيشوف اسمه بيعرف ان ده جاسوس من ضمن الاعداء. بعدها بيجمعهم المعلم ليشيا وبيقول لهم احنا هننزل بكره على جوه الحطام، مفيش خطه ولا اي حاجه، كل الاعداء اللي هيواجهونا هنقتلهم وخلاص وده بس كل الكلام. المدرسين بعد ما بتسمع الكلام بيستغربوا منه وبيحاولوا انهم يقنعوه ان هو يعمل خطه، بس ده دماغه مفيش فيها اي حاجه تقريبا، هو ما بيرضاش يوافق على كلامهم. بعدها بقى واثناء ما كان العيال نايمين الجواسيس بتستغل الفرصه بينزلوا على الحطام ده قبلهم وده علشان يسرقوا عين التكوين. بس شو بيكون عارف وبيمسك واحد منهم وما بيرضاش يخليه ينزل. الواد بيتعصب منه وبيبدا انهم يتقاتلوا. والثمانيه الباقيين بقى اللي كانوا نزلوا كانوا عرفوا انه في واحد منهم ناقص بس قالوا اهم حاجه المهمه وبداوا يكملوها. الجاسوس بقى كان لسه هيقاتل شو وبيلاقيه بيزعق بقى على صوته بيقول له انت عاوز تنزل قبل حد علشان تسرق عين التكوين يا جاسوس؟ انا مش هسيبك. العيال بعدها كلها صحت من صوت شو وليشيا هو كمان اخد باله. الجاسوس بعدها هو كمان حس بهاله قويه داخله عليه وبالفعل المعلم خلص عليه بضربه واحده ريحت هنا منه والله. بعدها بقى المعلم ليه بيقول لهم انا ما رضيتش ان احنا نهاجم امبارح علشان انا عارف ان في جواسيس وكنت مستنيهم يخاطروا بنفسهم مش اكتر. يا ابن اللعيبه ده شكله بيفهم ولا ايه؟ المهم بعدها بيأمر بجمع جميع الطلاب اللي هيقدروا يقاتلوا علشان يخلصوا على الوحوش وياخدوا عين التكوين قبل الجواسيس. بياخدوا الطلاب اللي هتعرف تقاتل فعلا واللي كان من ضمنهم شو والبنت ساي وبيروحوا ليه على رئيس الوحده وبيقول له انا عاوزك تفضل هنا وتحمي بقيه طلاب الديوان. رئيس الوحده قال له تمام بس يا ريت بعد كده لو مخطط لحاجه تعرفني. فليشيا قال له تمام. جمع الكل فعلا وبعدها عطى لهم خطاب تحفيزي قبل بدايه الهجوم وقال لهم اهم حاجه تستخدموا دماغكم لو حصلت مشكله علشان المكان تحت خطير ومش هتعرفوا تخرجوا غير بكده. الكل قال له تمام وكانوا متفقين على كلامه. بعدها بقى رئيس الوحده بيأمر واحده من شبكه السماء انها تعمل لهم سلم علشان ينزلوا عليه. بتعمل السلم فعلا وبيبدا الكل ينزل. شو بقى وهو كان نازل بيحس بحاجه غريبه في السيف بتاعه ولكن بيكمل طريقه عادي. اول لما بيوصل تحت بيتصدموا من المشهد ده. كل الجواسيس قتلوا نفسهم وما عادش ولا واحد فيهم عايش. ليه بعد ما بيشوفهم بيقول لهم
دي طقوس غريبه بيعملوها علشان يموتوا، ملناش دعوه بيهم، وبيكملوا طريقهم عادي. بيوصلوا على مكان مليان بلورات كده وتحس انه شكله غريب فعلا، وفجاه بيطلع منه اشباح كتيره وبتبدا تهجم على العيال. بس اللي بيفعل طاقته بيضرب جزء كبير من الاشباح دي علشان يحميهم، ولكن عددها بتكون كبيره جدا وبتحاصر الباقي. بس بيكتشف المدرسين انها اجسادها ضعيفه وسهل انها تموت بسهوله، فبيبداوا انهم يحاربوها. الكل بدا يحارب بكفاءه الا شو، اي وحش بيشوفه بيوصل عنده بيخاف من الهاله بتاعت السيف بتاعته بيطلع يجري. شو طبعا بيتعصب علشان ما حدش بيهجم عليه، وبيقرر انه يقتل في الاشباح برضه. بعد ما شو بقى بيقتل شويه من الاشباح بيلاقي السيف بتاعه بيمتص قوتها وطاقته بتزيد. ده شكل السيف بتاعه ده جامد اخر حاجه باين. ولكن فجاه بيلاقوا ايد شبح قتلت واحد من الجنود اثناء ما هم بيقتلوا، والمصيبه ان ده مش شبح عادي، لا ده هو نفس الشخص اللي كان مع الجواسيس. واتاري الطقوس اللي عملوها دي كانت علشان تحوله لشبح ويقدر يعدي ويسرق عين التكوين قبل ما اي حد يشوفه. ليه بعد ما شاف اللي حصل ده كان اتعصب جدا وعمل تعويذه دفاعيه علشان يتخلص منه. بعدها بقى ليشيا وبيجمع بقيه المدرسين وبيتناقشوا في طريقه علشان يقدروا يقتلوه، بس ما فيش حد عارف مكان الوحش اصلا ومش عارفين هيوصلوا له ازاي. بس فجاه شو بيحس ان السيف بتاعه بيقول له اضرب كده برمحك على اليمين. ضرب فعلا، والصدمه انها جت في الجاسوس. مش قلت لكم السيف ده جامد؟ ليه اول لما شاف شو هو بيضربه اتصدم. راح وساله انت عرفت مكانه ازاي؟ شو قال له هتصدقني لو قلت لك بالحظ؟ ليه قال له لا. شو قال له طب اضرب هناك كده. ضرب هناك وفعلا جت في الجاسوس تاني. ده ايه الحظ ده يا عم؟ شو المره دي كان قايل على المكان بالحظ واتصدم لما جت فيه اصلا. بعدها بيخليه يضرب في كذا مكان كده وما بتجيش في الجاسوس، فبيعرف ليه ان هو جابها بالحظ فعلا. وبعدها بيبعد المعلم ليه عن سو. بيستعدوا بقى علشان يكملوا المهمه، بس فجاه بوابه بتتفتح وبيظهر جحافل من الاعداء على وشك انها تخلص عليهم. قائد الهياكل دي بيقول لهم انتم ازاي جالكم الجراءه انكم تدخلوا قلعتي؟ محدش فيكم يفكر ان هو يطلع عايش من هنا. المعلم ليه قال لباقي الطلاب انتم شايفين الرمح اللي في ايده ده شكله هو عين التكوين. سوبيل انا قائد الاعداء ههزمه واخد منه عين التكوين، انتم بس عليكم تحموا نفسكم وتخلصوا على الباقي. الكل قال له تمام، وبدا القتال ما بينهم فعلا. ليه كان قوي جدا، قدر ان هو يضرب قائد الاعداء ويقتل الحصان بتاعه. بس بعدها قائد الاعداء بيتعصب عليه جامد وبيقرر ان هو يقتله. بيبدا الاثنين في القتال المميت ما بينهم، وباقي شبكه السماء والطلاب بداوا يقاتلوا هم كمان في الوحوش الاضعف. شو بقى كان واحد من الوحوش على وشك ان هو يصيبه، ولكن ساي قدرت انها تحميه وقتلت كل الباقي لوحدها. الواد اتحمس هو كمان وراح علشان يقتل فيهم، ولكن الهياكل اول لما بتحس بطاقه السيف بتاعه بتسيبه وبتطلع تجري. فشوف الوقت ده بيقرر ان هو يسيب المعركه دي وينطلق داخل القلعه على امل ان هو يلاقي فيها حاجه قيمه قبل ما يرجعوا ولا حاجه. دخل جوه القلعه فعلا، ولكن حاسس بحاجه غريبه في جسمه وكأن السيف بتاعه بينبهه ان في حد بيراقبه. دخل على مكان كده والجاسوس كان مستخبي فيه علشان يقتله، بس السيف بياخد باله وبيخلص عليه في لمح البصر. من جانب تاني بقى كانت المعركه محتدمه ما بين ليه وقائد الاعداء، قتال جامد بكل المعاني. ليه بينجح ان هو يمسك الرمح بتاع القائد وما بيرضاش ان هو يسيبه. بيحاول القائد يرميه من شمال بس ده مش هيسيبه. في الوقت ده بقى كان شو وصل على مكان غريب جدا ومكتوب عليه ممنوع الدخول. الواد طبعا بيقرر ان هو يدخل علشان ما فيش حاجه بتمنعنا يابا. واول لما بيدخل بيلاقي حراس كتيره ما بتتحركش وكلهم ماسكين في رماح معاهم. فالواد اول لما بيشوف الرماح بيقول حلو قوي نعمل منهم مصلحه. بيروح عليهم علشان ياخد الرماح منهم، ولكن اول لما بيقرب الحراس بتتحرك وبتبدا انها تهجم عليه. بس تخيل ان السيف بتاعه يسكت. لا والله السيف بيطلع لهم وكل الحراس بتترعب من قوته بترجع لورا. مش عارف سيف علي بابا ده ولا يا صديقي. المهم شو بيطلع السيف بتاعه وبيبدا ياخد الرماح من الحراس دي. واحد من الحراس ما كانش راضي يديله رمحه، بس شو طلع السيف بتاعه وهدده بيه، والحارس طبعا ما قدرش يعمل حاجه وشو اخد رمحه بالعافيه. بعدها بقى الواد بيعدي على بقيه الحراس وبينظفهم كلهم. من ناحيه تانية كان الاعداء كتروا على المدرسين والطلاب وشكل الوضع بقى مش كويس. حتى كان في مدرس هيتقتل من الهياكل، بس البنت دي طلعت جامده اخر حاجه وقدرت انها تخلص على كل الاعداء في لمح البصر. جحده يا بنت والله. المعلم ليه بقى كان مستمر في قتاله مع قائد الاعداء وبيحتدم القتال ما بينهم جدا. بينجح قائد الاعداء ان هو يثبت ليه وما يخليهوش يتحرك. بس انت بقى متخيل ان هو هيفضل واقف مكانه يا صديقي؟ لا والله بيطلع عليه كل قوته وبيخلص على طاقه القائد. بيهجم عليه بقوه ثانيه وبيمسك الرمح منه. ساي هي كمان كانت قتلت اعداء كتيره جدا وطاقتها قربت تخلص. بس بقى في الوقت ده بيكون سو قرب على مكان كده وشكل دافعين التكوين الحقيقيه. قائد الاعداء بيحس بسو وبيسيب الرمح بتاعه ليه وبيجري بسرعه على مكان سو. ليه بقى بعد ما بياخد الرمح والحطام ما بيختفيش، بيعرف ان ده مش عين التكوين الحقيقيه. بيكمل جري ورا القائد لحد لما بيوصل عند الحراس. قائد الاعداء بقى في الوقت ده بيامر الحراس انهم يقتلوا ليه وخلاص شكله اتحاصر. في الاثناء ديت بقى كان الجميع طاقته خلصت وخلاص بدا الكل يفقد الامل، عارفين انهم خلاص هيموتوا. بس شو بيفتح حاجه كده قبل ما قائد الاعداء بيوصل له، بتطلع هي عين التكوين. اول لما الواد بيلمسها كل حاجه في الحطام بتتلاشى. قائد الاعداء والكل بيختفوا، كل حاجه بتدخل جوه عين التكوين دي، وحتى الرماح اللي مع شويه كمان بتدخل جوه، والناس اللي بره هي كمان بتلاحظ اختفاء الضباب واحده واحده. والكل بدا يرجع من الحطام ورجعوا للعالم الحقيقي تاني، وكانوا في قمه السعاده علشان طبعا هم لسه عايشين. رئيس الفصل بقى كان مصاب في دماغه وكان قاعد علشان يتعالج كده، بس جاي بيدخل عليه بسرعه وبيساله على شو. رئيس الفصل بياخده وبيروح على مكان توزيع الاسلحه وبيساله عليه هناك، بس المدرس بيقول لهم دوروا عليه، لو ما
لقيتوهوش هنا يبقى هتلاقوا جثته. الواد كان قوي جدا في الحطام ومستحيل انه يكون مات بالسهوله ديت، وكان في قمه الحزن عليه. وقتها بقى في ثانيه بيلاقوا سو داخل عليهم وبيلمع من كتر الحاجات اللي كسبها في الحطام. الكل لما بيشوفه بيتصدم ومحدش بيكون مصدق. بيروح على المدرس بقى وبيديله الرماح اللي معاه وبيتبارد شويه على الكل وبياخد منهم نقط، وبعدها بيسيبهم وبيمشي. ولكن هو ماشي بيلاقي نقط قاعده بتجيله من لو علشان هي متضايقه منه. بيلاقيها بقى فوق شجره كده مستنياه وبتنزل عليه علشان ترحب بيه برجلها. بعدها بتتفحص كل جسمه علشان تعرف هو حصل له حاجه ولا لا، ولما بتلاقيه سليم بتفضل تعيط من الفرحه. لحظه جميله جدا جدا الصراحه. بعدها الواد بيعتذر لها علشان سابها لوحدها كل المده ديت وبياخدها في حضنه. بيوعدها بقى ان هو هيعزمها على احلى مطعم في البلد علشان يصالحها حق ما سابها الفتره دي. البنت بتفرح قوي، بتفرح خالص، وبيخلص اليوم على كده. بعد بقى ما خرج المعلم لي شياو من الحطام كان متوجه الى منظمه السماء علشان يعرفهم باللي حصل وان شخص معين قدر يسرق عين التكوين. رئيس الوحده بقى بيلحقه قبل ما يخرج وبيساله عن قولي للصحفيين اللي مالين المكان هنا. ليه قال له قول لهم ان ورايا حاجه مهمه كده وسلك الدنيا وانا هروح بس على المنظمه علشان شكك ان الجواسيس هم اللي اخدوا عين التكوين. فالراجل قال له تمام. في نفس الاثناء دي بقى كان شو واخته راجعين على البيت في امان الله. بيقابلهم العجوز وبيبدا يطمن عليهم. العجوز ده بيقول له شو التدريب زي التجديف بالظبط، لو ما فضلتش تتدرب جسمك هيرجع لورا وهيبقى اضعف من الاول. فشو قال له كلامك صح طبعا، بس التدريب الامن احسن 100 مره من الحطام يا عم. وبعدها العجوز بيقول له شو ان اختك لو كانت كل يوم بتطلع تدور عليك وتشوفك رجعت ولا لسه، ده حتى انها كانت بتتسلق اعلى شجره في المدينه وبتبص من فوقها على امل انها تشوفك. شو بعد ما بيسمع الكلام بيكون فرحان جدا ولو كانت محرجه طبعا. بعدها بيرجع شو على البيت وبيطلب من اخته انها تستدعي المجرم بتاعها. بتستدعيه فعلا وبتقول له ها عاوزه ليه؟ بيقول لها شو اتفرجي عليا بس كده. بيستعمل قوته بيطلع حجرين طاقه. لو بتتصدم وبتقول له انت جبت الحاجات دي ازاي؟ شو بيقول لها بعد ما كنت قادر اهزم الاشباح كان السيف بتاعي بيمتص قوتها وبيحولها للبلوره دي. اما البلوره الملونه فهي نتيجه لامتصاص جسم غريب شويه مالناش دعوه بيه. البنت قالت له طب هنعمل بيها ايه؟ شو قال لها البلوره دي لو المجرم اكلها هتزود له طاقته هتوصله لليفل تاني. اكلها له فعلا. طاقه الجسم الاسود بدات تزيد بدرجه كبيره ولكن بعدها بتلاقيه قاعد بيضحك وما يبطلش ضحك والاثنين طبعا بيتصدموا من النتيجه ديت. لو بعدها بتقول له ايه البلوره اللي انت عطيتها له دي؟ بلوره ضحك؟ في الاول قتلت لي الخنزير بتاعي ودلوقتي جايب لي بلوره ضحك؟ انت مفيش منك اي فايده. وبيطلع منها شويه نقط. شو قال لها خلاص جايب لك هديه تانيه. طلع لها 2 من التفاح بقى اللي كان في الحطام علشان تاكله والبنت كانت فرحانه بيه جدا. بس اثناء ما كانت لو بتاكله السنجاب شافها وكان متعصب جدا. بس لو لما شافته عجبها قوي وقالت له انت من النهارده خلاص بقيت حيواني الاليف. سمته شياو وكانت قاعده بتلعب بيه. وفي الاول السنجاب كان زعلان ومش عارف يعمل اي حاجه، بس بعد ما لو بتاكله الشيبسي بيعجبه وبيرجع كيوت تاني وبتقول له لو عاوز شيبسي كمان لازم تتبعني لاخر حياتك. فبيقول لها السنجاب تمام. وكان مشهد من اكتر المشاهد اللي ضحكتني الصراحه. المهم شو بيدخل اوضته وبيطلع عين التكوين بيستخدم قدرته عليها وبيدخل وعيه فيها، ولكن فجاه بيلاقي نفسه طاير في الجو وكانه هاله سحريه. واتضح ان عين التكوين دي اسمها ختم النهر والجبال وبتعطيك القدره على مراقبه الاماكن المحيطه من غير ما حد يشوفك. شو بعدها بيرجع لوعيه ولكن بيلاقي حاجه غريبه تانية في الختم. بيدخل بوعيه جواها تاني واول لما بيدخل بيلاقي فضاء واسع وفيه شويه من الاسلحه اللي هو كان مجمعها جوه الحطام. الواد بيفرح جدا بيها وبيقرر ان هو هيكون مستودع على اسلحته. بس فجاه شو بيلمح بوابه عملاقه بيروح عليها علشان يفتحها ولكن ما بيكونش قادر. بيستخدم كل قوته بالعافيه بيقدر يحركها ويفتح منها جزء صغير. بيبص على اللي جواها وبيلاقي الحطام اللي كان فيه جوه البوابه دي. فالواد بيفرح جدا وبيقرر ان هو لما يبقى اقوى هيفتح البوابه ديت ويتدرب فيها. بس بتكون له في الوقت ده خايف على شو جدا ومفكره ان هو حصل له حاجه. الواد لما بيحس بيها بيرجع لها وبيطمنها ان هو بخير. بيقول لها انا كنت بجرب بس القوه الجديده مش اكتر. ووقتها لو بتحضنه بتقول له انا كنت مفكراك هتسيبني وتمشي تاني. كانت زعلانه جدا. شو بعدها بيوعدها ان هو مش هيسيبها تاني وبيعزمها على العشاء. مشهد رايق الصراحه. بيقول لها بعدها بقى بالفلوس اللي انا جمعتها دي هاخدك في رحله كمان. لو بعد ما بتسمع الكلام بتفرح جدا وبقت في قمه السعاده. من جانب تاني بقى بيتجمع رئيس شبكه السماء مع المساعد بتاعه علشان يتناقشوا في امر عين التكوين. بيقول المساعد ان لي شياو حاسس ان جاسوس هو اللي قدر ياخد عين التكوين واستحوذ على قوتها، بس الرئيس بيقول ما اعتقدش ان جاسوس هو اللي اخد عين التكوين، ده واحد تاني. وانا بعت 2 في المدينه علشان يراقبوا تدفق الطاقه السحريه والمكان اللي هيكون فيه تدفق مختلف هتكون عين التكوين هناك. وفعلا القائد ده شكله مش سهل ويستحق منصبه بجداره. المساعد بقى بتاعه بيقول له فصل الديوان ده بقى كان اداؤه سيء جدا في الحطام، ولكن في تقرير المدرس قال ان في 2 من الطلاب حصل لهم استفاقه وطاقتهم كانت كبيره جدا في الحطام. واحد منهم درجته قليله بس كان بيقاتل كويس ويقصد شو بالكلام. وفي بقى بنت تانية درجه قوتها عاليه وتركيزها دائم وطبعا يقصد ساي بالكلام ده. القائد بعد ما بيسمع الكلام بتعجبه الفكره وبيقرر يضم ساي لشبكه السماء ويدربها تدريب خاص طبعا. وبس لحد هنا بيخلص الجزء الاول من الانمي بتاعنا. الجزء الثاني هو كمان نزل وهنزله لكم بعد شويه ان شاء الله، فما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه. ويلا سلام سلام سلام.